حاجة أنا طالعة أقولها مش مرتباها، بس حصلت معايا النهاردة، وطالعة أقول يمكن أكون سبب في حاجة كويسة للشباب. أنا النهاردة رحت لبابايا، رحت أزوره، الله يرحمه ويرحم أمواتنا جميعا. وأنا طالعة من عنده كنت شفت واحدة كبيرة قاعدة، ست كبيرة عمالة تعيط وحواليها ستات وبنات وعمالين يعيطوا. فأنا وقفت غصب عني لأني أنا العياط بالنسبة لي نقطة ضعفي، ووقفت واكتشفت إنها قريبتي، وقريبتي دي أنا عارفة إن ابنها اتوفى من أسبوع. يعني أنا بحكي أقسم بالله دلوقتي يعني جسمي كله بيقشعر من صدق الكلام اللي أنا هقوله حرفيا. يعني الله يصبرها، مامته في دنيا تانية، مش مصدقة إن ابنها مش موجود، لأنه شاب صغير ولسه متجوز ما بقالهوش سنة، وحتى مراته صغيرة في السن، واخواته بنات برضو، بس هو كان من الابن البار بأهله وباخواته، ومن الشباب اللي معلهمش أي تعليق. التعليق الوحيد اللي عليهم إن ده بني آدم كويس ومحترم وشاب خلوق، وما بيعملش حاجة غير إن هو بيشتغل وبيروح الجيم وبيته واخواته ومامته وباباه، ما بيعملش حاجة أكتر من كده. ودي حاجة طبعا يا زينة الشباب ويا بخته عريس في الجنة. بس طبعا وجع الفراق صعب، احنا هنقابلهم بس احنا مش عارفين هنقابلهم امتى. الولد في لحظة اتوفى، في لحظة كان المفروض ان هو راجع لمراته ولاخواته وبيقول لهم انا ساعتين وراجع، نزل شغله نزل ما رجعش. وولد صغير، سنه صغير مش كبير، شاب. انا طبعا كنت عارفة، وطبعا يوم وفاته انا كنت متأثرة بطريقة مش طبيعية، والنهاردة مامته موتتني من جوايا، لان انا كانت حالتي مش طبيعية عند بابايا. مامته زودت الموضوع عليا لاني انا بابايا وسنه كبير وكان تعبان، ده شاب. وجع الفراق صعب، ربنا يربط على قلبها وقلوب اللي بيحبوه كلهم، لان ده كان عريس بيتزف يوم وفاته. كمية ناس مش طبيعية كانت وراه، كمية شباب وبنات، اللي يعرفوا واللي ما يعرفوش، حاجة مش طبيعية لدرجة ان هم معلقين صوره في الشوارع. وطبعا شهيد في شغله، مش من الشباب اللي بتوع انام النهاردة وبكرة هبقى اعمل. طالعة اقول بقى ليه الكلام ده؟ اولا اترحموا عليه وعلى كل امواتنا جميعا. طالعة اقول الكلام ده لان الشباب مش ضامنة عمرها، اللي بيكذب مش ضامن عمره، واللي بينافق مش ضامن عمره، واللي مفكر نفسه ان بيعمل ذنوب وهيطلع عمره وربنا هيعديها وهيغفر له كل حاجة. هيغفر لك وانت عنده، بس ما ترجعش للسيء تاني. تمام؟ راعوا ربنا حتى لو هتبقوا لوحدكم في الدنيا دي، ما تنافقوش، ما تمشوش ورا الضلال، لان انتوا مش ضامنين عمركم. ما تقولوش احنا شباب ولسه العمر قدامنا. حتى الناس الكبيرة ما تقولوش يا عالم احنا نعيش دلوقتي وبكرة بتاع ربنا. اعملوا اللي خلقكم. مش طالعة يعني ادي مواعظ لحد عشان انا عارفة اللي هيتقال وبتدي مواعظ وعاملة نفسك فاهمة وعاملة لا، ده انا طالعة بتكلم باسم الانسانية، الرحمة بجد. اللي ما بيعملش حاجة في حياته غير ان هو بيجري عشان خاطر الفلوس يلحقها، عمره ما هيلحقها. اللي يضل، اللي يكذب، واللي ينافق، واللي يعيش حياته مش عايز يعمل اي حاجة ومستعد يدوس على اي حد عشان خاطر الفلوس، عمره ما هيلحقها، اقسم بالله ما هيلحقها. اللي يحط الفلوس فوق دماغه هيفضل طول عمره مذلول. الفلوس مبدأها كويس عشان خاطر بتذلنا في الصعاب،
بس قبل الفلوس المعاملة مع ربنا اللي هيفتح لنا السكك المقفولة. أنا واحدة من الناس بتكلم، أنا كانت سككي كلها مقفولة 6 سنين تماما، وكنت قبلها كويسة والحمد لله برضو بعدها الحمد لله كنت في نعمة، وال6 سنين دول كنت في نعمة لأني كنت بتربى فيهم في حاجات كتيرة، وبتربى فيهم إن أنا حاجات كتيرة قوي اتغيرت جوايا، وأنا بحمد ربنا وبشكره على الكروب اللي أنا بدخل فيها وبطلع منها إنسانة تانية. ما تستناش الوقت اللي وقعتك فيه تبقى واقعة بموتة وما فيهاش رجعة، لسه قدامك وقت تتراجع. يا ريت تبقوا صادقين مع نفسكم وانتوا قاعدين مع نفسكم، لان انتوا لو قعدتوا مع اهل الضلال هيقنعوكم، لان دول شيطان متهيئين في جسد انسان. فيا رب ربنا يهدينا ويهديكم ويجعلنا دايما ماشيين في رضاه.